اصطحب الرئيس جمال عبد الناصر ضيفه الكبير الفريق إبراهيم عبود في حفل افتتاح استاد القاهرة الذي يعتبر أضخم ملعب من نوعه في الشرق الأوسط. وقد دعي إلى الحفل السادة نواب رئيس الجمهورية وضيوف الجمهورية العربية المتحدة والوزراء ورجال السلك السياسي. وألقى السيد كمال الدين حسين رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب كلمة الافتتاح التي جاء فيها: لقد قدت يا جمال جموع شعبنا الزاحف على طريق النصر، وكان للشباب في هذه الجموع موكب قوي منتصر، وهو مصمم على أن يبقى موكبه قويا منتصرا على هذا الطريق. وكانت أمواج زحفنا المقدس نحو أهدافنا وآمالنا تتوالى موجة إثر موجة، وكان للشباب فيها موجة عالية تدفع مد الثورة للوصول إلى غاياته. وعلى الإثر سلم السيد الرئيس العلم الخاص بالاستاد إلى السيد محمد أبو نصير الذي سلمه بدوره إلى مدير المدينة الرياضية. وقدم السيد كمال الدين حسين إلى الرئيسين الميداليات التذكارية بمناسبة هذا الحدث الرياضي العظيم. وأعلن الرئيس بعد ذلك افتتاح استاد القاهرة، ثم قال: اليوم بعد 8 سنوات من قيام الثورة استطعنا أن نسير في مرحلة الانطلاق التي تعتبر أصعب مرحلة في أي دولة تعمل من أجل بناء نفسها، وبدأنا المرحلة الثانية التي تعتبر أسهل من المرحلة الماضية، مرحلة وضع الأساس. وقد تم وضع الأساس بفضل وحدتكم وعزمكم وتصميمكم على حماية هذه الثورة وحماية أهدافها. وبدأ بعد ذلك عرض لسيارات رمسيس المصنوعة في الجمهورية العربية المتحدة بأيدي العمال العرب. ومرت بعد ذلك مجموعة من الدراجات مصر العربية، حدث صناعي جديد في عهدنا الجديد. ثم سارت مجموعات الشباب بأعلامها، وهكذا شهدت القاهرة أكبر حدث رياضي أقيم في جمهوريتنا الفتية.